انت بتستخسر في نفسك يا راجل؟ مش قلت هتشتري الاصل يا اركش؟ ما هو زي الأصل أهو يا معزوزة، شايفة؟ نفس الشكل. لعلمك بقى أنا الحكاية دي وفرت فيها فلوس كتير. وراحتك يا اركش. ما أنا مرتاح أهو يا معزوزة، وعشان أثبت لك إني مرتاح هنروح لحد البيت ماشي. يانا تعبت. وأنا كمان تعبت، بس مش من المشي، أنا تعبان من الجزمة دي آخر تعب. ايه الريحة المقرفة دي؟ يانا انا هيغمى عليا. اركش، ارمي الجزمة دي من البلكونة، مش قلتلك تشتري الاصلي؟ يا خسارة الفلوس اللي دفعتها يعني. يا سيدي، في ناس بتقلد الاصلي وتضحك علينا بالسعر الرخيص، وده بيضر باقتصاد مصر والعرب. عندك حق يا معزوزة، أنا أستاهل فعلا ضرب الجزم. لا، بس أستاهل ضرب الجزم الأصلي. الملكية الفكرية حماية ليك وليا. إيه يا معزوزة؟ إيه الروقان اللي أنت فيه ده؟ شكلك فرحانة. وما افرحش ليه يا اخويا؟ علبة مكياج كاملة اشتريتها من واحدة من اللي بيعدوا على البيوت ب30 جنيه بس. إيه ب30 جنيه؟ أنت عارف علبة المكياج دي تساوي 300 جنيه، تشتريها أنت ب30 تلاقيها مش أصلية يا هبلة. مين قال كده؟ هو في زيها؟ ده انا خدت فوق العلبة كمان مسحوق هدية عشان يخلي مناخيري تصغر وتحلو. إيه مسحوق هدية كمان؟ أنا أشك في الناس ديت يا معزوزة، اللي بتعمليه ده غلط، ده بيأثر على اقتصادنا كمصريين وكعرب. أنت ما تعرفيش يا إيه؟ إيه ده؟ الله 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 الله، إيه ده معزوزة؟ مناخيرك بتكبر وبتطول. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ انا ايه اللي عمل فيا كده؟ يا لهوي! مسحوق الغسيل بتاعك ياما والمكياج بتاعك. الحقني يا اركش، امسك مناخيري لا تطول اكتر من كده. أطول من كده هتبقى زلومة. الملكية الفكرية حماية ليك وليا. اوعى كده. رحت السينما وما خدتنيش معاك يا اركش؟ شفت الفيلم لوحدك يا اركش؟ ولا تزعلي نفسك يا معزوزة، هخليك تشوفيه دلوقتي حالا. هو انت صورت الفيلم وانت في السيما في اول يوم عرض؟ زي المرة اللي فاتت، ولعلمك محدش مسكني ولا حد هيمسكني في يوم من الأيام. لا يا اخويا، دي كده سرقة بتخرب بيت المنتج، وده بيأثر علينا كلنا، على مصر والعرب. يا بت يا هبلة، أهم حاجة المكسب ده. أنا هنزله على النت وهلهف فيه قرشين. لله يا بيه، لله يا سعادة البيه. يا عم روح، يا ناقصاك انت كمان؟ مش كفاية مفيش أفلام؟ لا بقيت عارف أصور أفلام ولا أنزلها على النت ولا حتى بكسب فلوس. ايه ده؟ هو انت ده انا هقتلك، خربت بيتي. ايه ده؟ انت بتعمل ليه كده يا عم؟ ده انت مين؟ انا منتج من المنتجين اللي شحتوا بسببك يا واطي. الملكية الفكرية حماية ليك وليا. جرى ايه يا راجل؟ مش كفاية دوشة وزن؟ زن يا معزوزة؟ دي ألحان تساوي ملايين تقولي عليها زن؟ امال مش باين علينا ليه يا اركش؟ أعمل إيه في حظ الهباب؟ كل ألحاني بلاقيها نازلة السوق باسم ملحن اسمه صفطاوي. معقولة توارد الخواطر في ألحاني أنا بس؟ إيجار الشهر يا بيه. طب ممكن لما أبيع اللحن الجديد؟ هو أنت بتبيع حاجة؟ ده الساكن الجديد عنده بتاع زي اللي في يدك دي، وكل ما يشوفني يديني 50 جنيه. والله في الخير الأستاذ صفطاوي. إيه؟ حضرتك قلت إيه؟ صفطاوي؟ معزوزة! خد يا معزوزة، خدي كمان جدية اعزفي عليها. الله 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 الله، هي الألحان بقت وحشة كده ليه؟ أخيرا يا صفطاوي. مين؟ الأخ أركش؟ ده أنت مش صافت دماغي وفني وبس، ده أنت سارقني كلي. خد يا صفطاوي. الملكية الفكرية حماية ليك وليا.